السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديقي العزيز طالب تالتة ثانوي. النهارده محاضرة مهمة جدا عشان طالعين نحل الواجب على أول درس في منهج تالتة ثانوي وهو ليكسيون 90. وزي ما أنت عارف احنا شرحنا لك الدرس باستفاضة وكمان حلينا عليه أسئلة كتير، بس النهارده محاضرة لذيذة عشان فيها كم من الأسئلة جت في امتحانات السنين اللي فاتت. فخد بالك إن الأسئلة دي اللي هتواجهك في الامتحان بإذن الله، والدنيا بإذن الله تكون لذيذة وتعدي على خير. قبل ما ابدا في حل الواجب افكرك الاول الوحده بتاعتنا او الدرس بتاعنا كان بيتكلم عن ايه. ليكسيون 90 هو الدرس العاشر، بس هو اول واحد عندنا في ثالثه ثانوي، عشان زي ما انت عارف ان المنهج كان تراكمي، فعندنا في اولى وثانيه 9 دروس واول درس عندنا هو رقم 10. طيب الدرس بتاعنا كان بيتكلم على حاجه اسمها جيزوندهايت. جيزوندهايت يعني الصحه، وبيتكلم على حاجه تانية اسمها دي كرانكهايتن يعني الامراض. طيب احنا عرضنا ايه في الفيديو بتاعنا اللي نزلناه على المنصه وشرحنا ازاي؟ الفيديو بتاعنا نزلنا لك فيه اول جزء وهو كان تدريبات على اهم الكلمات، وعرفنا لك كل كلمة في محلها تستخدمها ازاي وازاي تستفاد من الكلمات في الامتحان، عشان هي السبيل الوحيد اللي ينجحك وكمان يخليك تجيب درجة عالية. وعرضنا لك اهم الكلمات زي اعضاء الجسم، وزي ما قلت لك اتكلمنا على الامراض، وكمان عرضنا في الجزء بتاعنا اهم الافعال، وخلي بالك الافعال من الحاجات المهمة جدا في الجملة. وبعد كده اتكلمنا على كلمات تانية كتير كانت مهمة، وكانت في كلمات زيادة شوية. قلنا كلمات أخرى متنوعة صديقي ديت زودناها عشان خاطر الطالب اللي كان عايز كلمات زيادة عشان يجيب درجة عالية، عشان كان حلمه كلية فيها لغة زي ألسن أو آداب أو تربية. طيب وبعد ما خلصنا الكلمات ما سيبناكش، قلنا لك تعالى كده مع بعض نطبق مع بعض على تكست، على قطعة، على نص، وعلمناك تجيب النص أو القطعة الدرجة بتاعته من بق الأسد. تفهم من الكلمات بتاعتك دي ان انت اي قطعة تقابلك خلاص في جيبك يا صديقي. وبعد ما خلصنا القطعة دخلنا على اهم درجة في الامتحان وهي الجراماتيك. القواعد اللي عندنا في الوحدة الاولى في المنهج قاعدتين مهمين، وهي قاعدة اسمها الافعال الناقصة المودال فيربن. شرحناها وقلنا ان احنا عندنا 6 افعال ناقصة، خدنا منهم 5 في منهج تانية ثانوي، وعندنا فعل واحد بس وهو فعل زولن في منهج تالتة، وشرحناه بالتفصيل واتكلمنا عليه. وبعد ما خلصنا الأفعال الناقصة وتفاصيلها اتكلمنا على قاعدة تانية مهمة وهي ضمائر الملكية، وذكرناها في حالتين. كانت حالة اسمها حالة نوميناتيف اللي هي حالة الرفع أو حالة الفاعل، واتكلمنا على حالة تانية مهمة جدا وهي كانت حالة اسمها حالة الأكوزاتيف. وبالتفصيل خلصنا كل الجرامر بتاعنا وضمناه وحللنا عليه وأكدنا كمان بأسئلة مهمة. وفي النهاية رحنا لأهم الأجزاء برضو في الامتحان وهو سؤال المواقف. والمواقف بتاعتنا كنا مقسمينها لإيه، والصفحة اللي بعدها كانت بي، والصفحة اللي بعدها كانت سي، وشرحنا كل الكلام ده وترجمناه مع بعض وكمان حلينا عليه. والنهارده جه دور حل الواجب يا صديقي، وهنبدأ بإذن الله بتدريبات على الأفعال الناقصة اللي هم 6 أفعال. أول جملة عندنا بتقول بيتر كان إيش يتست فور باي كومن. تعال نترجم مع بعض واحدة واحدة، وهمسك أول جملتين 3 بالتفصيل كده عشان بس أدخلك معايا في الجو، بعد كده الدنيا تبقى لذيذة. طيب الجملة الأولى بيقول لك بيتر كان إيش يتست فور باي كومن. يعني إيه كان؟ ده فعل ناقص جاي من فعل كون معناه أستطيع، وإيش يعني أنا. هل أستطيع يتست الآن دلوقتي فور باي كومن أعدي عليكم؟ ولا أقدر نقط إيش zuerst einen Termin haben، ولا المفروض يكون عندي ترمين، عندي ميعاد. طيب هل انا دلوقتي مطلوب مني ايه كطالب؟ انا عندي افعال ناقصه، تمام، الافعال دي بتتصرف زي الفل. طيب تعال نبص على الاختيارات اللي عندي، في 4 اختيارات، تعال نشوف كم فعل في ال4 ينفع تصريفه مع ايش. اول حاجه عندنا فعل فيل تصريفه ينفع مع ايش، فعل ساده. موست ما ينفعش. هتقول لي عرفت الكلام ده منين؟ ارجع للفيديو بتاعنا تصريف الافعال هتلاقي الدنيا لذيذه. طيب فعل موس ينفع، فعل ظرف ينفع، فبالتالي انا استبعدت بي وبقى عندي 3 اختيارات. هضطر اسفا اترجم كل اختيار مع الجمله عشان اشوف انهي اللي هينفع. معنى الجمله بيقول لك ايه؟ هو انا اقدر اعدي عليكم، ولا انا المفروض يجب عليا يكون عندي ميعاد الاول. طب فين الفعل اللي معناه يجب؟ فيل معناه يريد؟ لا. موس معناه يجب هو الاختيار. ظرف ينفع؟ لا. ظرف كان معناه يسمح، فيل جاي من فعل فولن معناه يريد. فعل موس هو اللي معناه يجب وهو الصح في الجمله ديت. انا المفروض او يجب عليا يكون عندي ميعاد الاول. طيب يبقى الاجابه بتاعتنا هنا هتكون موس. نخش على النقطه الثانيه والسؤال الثاني بيقول لك بت إيش يعني أنا، وعندي نقط، عايز تصريف فعل من الاختيارات ينفع مع إيش. قبل ما أقرأ وقبل ما أترجم بص على الاختيارات. عندي إيش ينفع معاها مشت، صح. ينفع معاها كان، صح.
ما ينفعش معاها فولت عشان عايزين فعل ساده، ينفع معاها موس صح. طب انا كده عندي ثلاث اختيارات، فبالتالي هلجأ للترجمه. عشان كده لما جيت شرحت لك قلت لك خلي بالك الكلمات هي اهم شيء، من غير الكلمات هتلاقي نفسك متسوح، فاعمل حسابك ان الكلمات هي اللي هتبقى ناجده ليك في الامتحان باذن الله. طيب الجمله بيقول لي ايش نقط ماين ترمين auf morgen verschieben. كلمه verschieben يعني يؤجل، واوف يعني ياجل ليه، وكلمه morgen يعني بكره. بيقول له انا نقط الميعاد بتاعي ااجله لبكره. است das möglich؟ هو ده متاح؟ انا كده بطلب من حد بقول له ايه، انا عايز اجل الميعاد بتاعي لبكره، هو ده متاح؟ هو ده ينفع؟ قال لي كاين بروبليم يعني مفيش مشكله. يبقى انا عايز، انا اريد، انا ارغب ان انا اجل الميعاد. يبقى الاجابه هنا عايز فعل معناه يريد او يرغب، هو فعل مشت. واحد يقول لي كان معناه ايه؟ افكرك كوني معناه يستطيع، فعل مس جاي من فعل مسن معناه يجب، فالاجابه عندنا هنا هتكون فعل مشت. السؤال رقم 3، فير. افكرك بنقطة مهمة، افكرك وارجع معايا، ارجع معايا للمحاضرة التمهيدية اللي كانت على اليوتيوب نازلة على القناة بتاعتنا. التحويل بتاع فير، التصريف اللي بيكون مع فير شكله عامل ازاي؟ قلنا فير هي أداة استفهام معناها من للعاقل. التصريف معاها بيكون نفس تصريف بتاع الفعل لما بيكون تصريفه مع اير واس وزي. طيب في لعبه كنا بنلعبها حلوه كده كانت لذيذه، كنا بنقول لك ايه، اول ما تشوف فير الغي اول حرف يبقى عندك اير، فكانك بيتصرف مع مين يا عم الحاج؟ مع اير. حلو. طيب انهي تصريف من الاربعه دول ينفع مع اير؟ تعال نشوف الاول. عندي التصريف اللي هو كان ينفع مع اير، وضرف ينفع مع اير، انما كونن وفولت لا. فعندي اتنين ينفعوا، فبالتالي لازم اترجم الجمله. بس افكرك كان عندي صفه مشهوره قوي اسمها جود، معناها جيد. قلت لك لو لقيتها في الجمله اختار فعل كونن، بس خلي بالك ركز في التصريف. هنا التصريف بتاع فعل كونن هو فعل ايه؟ كان. معنى الجمله فير كان جود دويتش سبريشن. مين اللي بيقدر يتكلم دويتش الماني كويس؟ يبقى الاجابه عندي هتكون كان، فيها امكانيه، فيها استطاعه. نيجي للسؤال رقم 4، بيقول لك ich habe kein Geld mehr. انا معيش فلوس. كلمه جلد يعني فلوس، وقايم بتنفي انا معيش فلوس. إيش يعني أنا عايز بعدها فعل يكون تصريفه مناسب. قبل ما أكمل الجملة أخش على التصريفات. مين ينفع مع إيش؟ ظرف ينفع؟ كان ينفع؟ زولت ينفع؟ لا. موس ينفع؟ فعندي 3 اختيارات ينفع. طيب يا صديقي أنا أختار مين فيهم؟ لازم أترجم الجملة، لازم أترجم الجملة عشان عندي 3 تصريفات صح. طيب أنا معيش فلوس. إيش zum Geldautomat gehen. المفروض جيلد اوتومات اللي هي مكنه ايه؟ الفلوس، الصرافه، الاي تي ام. المفروض اذهب لمكنه الصرافه. انا معيش، يبقى انا يجب عليا ان انا اذهب للمكنه عشان اسحب فلوس. عايز فعل بمعنى يجب. فعل ظرف معناه يسمح، ما ينفعش. فعل كان معناه يستطيع. الفعل الوحيد اللي معناه يجب هنا هو فعل مس، ودي الاجابه بتاعتنا. السؤال رقم 5، هي darf man nicht rauchen. ظرف يعني يسمح، ونشت بتنفي، وروخن يعني يدخن. هنا مش مسموح لاي شخص ان هو يدخن، فبالتالي ايه يعني انتم، انتوا مالكوا. ايغي سيجارتن اوسماخن. اوسماخن يعني يطفي، سيجارتن يعني السجاير. هنا مش مسموح التدخين، يبقى انتوا يجب عليكم انكم تطفوا السجاير. عايزين فعل يجب اللي هو فعل مسن، بس فعل مسن لازم يتصرف. هنا هنصرفه مع مين؟ هنصرفه مع ايه. طب فعل ايه او ضمير ايه هنا بياخد انهي تصريف؟ هياخد تصريف معناه يجب. يبقى هنا مش مسموح التدخين، يجب عليكم. عليكم مين؟ انتم، انكم تطفوا السجاير. او اسمخن يعني يطفي، وليها تركايه قدام شويه هنذكرها في المنهج. طيب نخش على السؤال اللي بعده، السؤال رقم 6. مصطفى، بقول له يا مصطفى دو ليرنست شون لانج تركش. يا مصطفى انت بقالك كتير شون لانج مده طويله بتتعلم تركي. نقط دو. قبل ما اكمل، دو لما اجي اصرف معاها الفعل باخد فعل اخره استي، فينفع عندي فيلست، ينفع عندي مشتست، ينفع عندي كانست، لكن ما ينفعش فولت. فلقيت عندي 3 اختيارات تصريفهم صح، فبالتالي هترجم الجمله. يا مصطفى انت بقالك كتير بتتعلم تركي، هل انت دو شون تركش بشا ليزن؟ هو انت تقدر تقرا بشا كتب التركيه؟ تقدر. طالما انت بتتعلم بقالك كتير يبقى انا بسالك ايه؟ تعرف، تقدر، تستطيع، امكانيه. يبقى فعل يكون تصريفه هنا هيبقى كانست. يبقى الاجابه هنا فيها امكانيه وقدره، يبقى كانست.
السؤال رقم 7، دي شولر. عايز اتكلم معاك على كلمة شولر. كلمة شولر تيجي بمعنى تلميذ وبتيجي بمعنى تلاميذ. واحد يقول لي انا اعرف منين؟ ركز قبلها، هنا مكتوب دي، لو جالي قبلها دي هعرف ان هي تلميذ واحد مفرد. لو جالي قبلها دي اعرف ان هي تلاميذ جمع. زي برضو ممكن تيجي لي ايه، يقول لي ماين شولر. ماين شولر تلميذي، ماين شولر تلاميذي. هتفرق معايا ان في دي او ماين بيبقى لي اخرها حرف الاي. لو الاداه اللي عندي سواء دي او ماين فالكلمه هنا جمع. لو الاداه اللي عندي دير او ماين فالكلمه مفرد واتكلمنا عنها قبل كده، فبالتالي انا بتكلم على كلمه جمع. قلت لك ملحوظه قبل كده، اي كلمه جمع الفعل تختاره اخره اي ان. فهبص في الاختيارات كم واحد اخره اي ان؟ عندي فولن، عندي دورفين. طب انهي فيهم يبقى الصح؟ طالما في اتنين لازم اترجم. الجمله بيقول لك ايه؟ التلاميذ nicht das Handy in der Klasse benutzen. benutzen يعني يستخدم، وin der Klasse يعني في الفصل، وهندي يعني الموبايل، ونشت بتنفي. يبقى التلاميذ غير مسموح لهم. غير مسموح لهم. اشمعنى غير مسموح لهم؟ عشان است فربوتن، وقلنا كلمة فربوتن يعني ممنوع، والحاجة الممنوعة هي حاجة غير مسموحة بتدور على فعل دورفن. فالإجابة هنا هتكون الاختيار الأخير وهو دورفن. السؤال رقم 8، ألي. لو تفتكر معايا قلت لك أول ما تشوف ألي تعاملها معاملة جمع، والجمع يعني فعل آخره إي إن. كم فعل آخره إي إن؟ هتقول لي واحد بس. من غير ما أقرأ، من غير ما أعمل أي حاجة، هختار الإجابة فولن. وخلي بالك كلمة غايش اللي هو يبقى غني، وزين يعني يكون. كل الناس عايزة تبقى أغنية. السؤال رقم 9، يانينا كان زوبر. بنتكلم على شخص بنقول يستطيع. خلي بالك يستطيع اللي هو كان جاي من فعل كونن. الافعال الناقصه بتيجي رقم كام؟ رقم 2 يا هير. طيب الافعال الناقصه لو جات لي في الجمله مكتوبه رقم 2 وجايب لي في الاخر نقط، انا دوري ايه؟ دوري اختار في الاخر فعل في المصدر. مع الافعال الناقصه في الاخر بيجي فعل في المصدر اخره يا اما ان يا اما اي ان. فانت دلوقتي محتاج تختار فعل في المصدر اخره يا اما ان يا اما ان. فهضطر ابص على الاختيارات، هبص على كام فعل اخره ان او ان. لو لقيت واحد بس والله ما انا قارئ الجمله ولا عامل اي حاجه اختاره. لقيت اتنين او اكتر لازم اترجم الجمله. فالاجابه عندي تانست، لا اخره ان ما ينفعش، تانس ما ينفعش، تانسن تانس. يبقى الاجابه هنا تانسن معناه يرقص. بتعرف ترقص كويس او بشكل رائع. السؤال رقم 10، امين كان بغيف اوف انجلش. اوف انجلش زي بالانجليزي كده، ممكن اقول لك اوف دويتش يعني بالالماني، اوف اغابش بالعربي. بيقول لك امين يقدر، كان يستطيع ان هو يقرا. يقرا هنضيف هنا فعل معناه ايه؟ يقرا الخطابات او الجوابات بالايه؟ بالانجليزي. بس هنا في مشكله، انا عندي الفعل الناقص موجود فوق. كنت بسالك على تصريفه. ما انت تعرف ان السؤال ليه طريقتين، يا اما اسالك على تصريف الفعل الناقص واجيب لك في الاخر فعل في المصدر موجود، يا اما اجيب لك الفعل في المصدر او اجيب لك الفعل الناقص موجود واسالك على الفعل في الاخر في المصدر. فهنا الناقص موجود، اه موجود، يبقى عايز مصدر. المصدر موجود، اه يبقى عايز ناقص. طيب المصدر بيجي فين؟ في الاخر. طب انا عايز فعل في المصدر، عايز فعل في المصدر لازم يكون اخره اما ان يا اما اي ان. طب الاختيارات فيها ده اخره اي ان وده اخره اي ان. انا كده عندي مشكله يا هير، في اتنين ينفعوا لازم اترجم. مش هترجم، يلا ركز في الحته دي. الفعل التالت ده هو مش مصدر. لو انت راجعت المحاضرة التمهيدية هتاخد بالك ان اوله جي اللي هي جي ايه، وده فعل في التصريف التالت. وده مش عايزين واحد يقول لي اخره ايه، نقول له مفيش مشكلة بس تصريف تالت. عرفت منين؟ اوله جي ايه. طيب يبقى انا عايز مصدر، اختار فعل شرايبن يعني يكتب. ندخل على جزء جديد من الحل بتاعنا وهي تدريبات على فعل زولن. خلي بالك هو فعل زولن برضو من الافعال الناقصه، بس هو البابا بتاعنا يا عم، هو البابا اللي فيه الشغل كله. يبقى انا مطلوب مني ايه؟ اركز على الجمل اللي فيها فعل زولن. طيب اول جمله بيقول لي ايه؟ الي. بسم الله الرحمن الرحيم كده البدايه زي الفل. ليه؟ الي انا ذكرتها لك من شويه، قلت لك اول ما تشوف الي اعملها معامله جمع. اعملها معامله جمع، والجمع يعني عايز فعل اخره ايه ان. الاختيارات فيها كام فعل اخره ان؟ هو واحد بس، هو فعل زولن اخترته. بونكت ليش هي كلمه معناها يكون يجي في ميعاده بالظبط، في الميعاد المناسب، في الميعاد المحدد. بقول لك ايه؟ الي هير، كل اللي هنا ينبغي عليهم بونكت ليش زين يكونوا منضبطين في مواعيدهم، يجوا في المواعيد المحدده ليهم. طيب السؤال رقم 2 بيقول لي فغاوليا
ist sehr krank. فراو ليا مريضة. زي. تعرف ان الجملة دي تغلطك في امتحان؟ اه والله العظيم. هيجي لي طالب دلوقتي يقول لي ايه يا عم، ده جملة جميلة جدا، ده في زي والاس هنا كبيرة يبقى احترام، وفي هنا فراو يبقى اكد لك ان هي احترام، فاختار اخرها ايه ان. لا انت كده ايه محتاج ايه، انا اسف، تتشطف. ليه يا صديقي؟ ركز معايا. اولا زي هنا جاية في بداية جملة. جاية في بداية جملة. يعني ايه في بدايه جمله؟ افتكر معايا كده واحنا صغيرين بيقول لنا في المدرسه في الانجليزي في اول الجمله خلي اول حرف كابيتال. انت قصدك ايه؟ قصدي ان احنا عندنا في الالماني ثلاثه زي: هي، وهم للجمع، والاحترام او الطريقه الرسميه. طب يا صديقي الثلاثه لو جم في اول الجمله هتكون الاس كبيره، فبالتالي مش هعرف افرق بينهم، مش هعرف اقول هي ولا هم ولا احترام غير لما ارجع للجمله اللي قبلها. الجمله اللي قبلها فيها اسم. طب واحد يقول لي ايه، طب ما سهله، هنا انا هاكد لك ان هي احترام. اكد لي يا عم الطالب يا جميل. قلت لي في كلمه فغاو. اقول لك هو لازم يكون فغاو تدل على الاحترام؟ تقول لي اه انا عارف ان كلمه هي وكلمه فغاو يدل على الاحترام. لا، في شرط زياده ناقص. ايه هو؟ عايز اعبر ان الجمله دي فيها احترام، لازم يكون عندي كلمه فغاو او كلمه هير، وبعدهم يكون في كوما. هنا في كوما ولا مفيش؟ لا هنا في فغاو ليا ومفيش كوما. خدها قاعده: في كلمه فغاو في كوما يبقى دي احترام، في كلمه فغاو مفيش كوما دي مش احترام، دي عايده عليها كانها مش موجوده، هقول عليها ايه؟ هي. والحته دي بالتفصيل مشروحه في المحاضره التمهيديه. طيب هنا زي معناها هي مش احترام عشان هنا مفيش كوما. طيب جايه كبيره ليه؟ عشان في اول الجمله. طب زي هي بتاخد فعل ايه؟ بتاخد فعل ساده اللي هي اير واس، وزي بياخدوا فعل ساده، ولا اخره تي ولا اس تي ولا اي ان، فالاجابه بتاعتي هتبقى ذل. السؤال رقم 3 اوله ايش. ايش ينفع معاه ما شاء الله ما شاء الله يعني اللهم بارك، ينفع معاه فيل، ينفع معاه موس، ينفع معاه ذل، ينفع معاه كان. بس انا ممكن اخليك تعرف تحل من غير ما تقرا، من غير ما تاخد بالك، من غير ما تترجم، من ملحوظه قلتها لك في المحاضره اللي شرحناها. قلت لك لو بصيت على الجمله لقيت الجمله موجود فيها كلمه زكت او زاجن او هات جزكت اللي هو معناه يقول، فعل معناه يقول، اول ما تلمح كلمه زكت هات جزكت او زاجن دور على طول على فعل ذل واختاره. فالتصريف هنا فعل ايه؟ ذل. فهمتها؟ زكت زاجن هات جزكت، على طول ادور على ذل واختاره. طب افرض الاختيارات كلها ذل، ذل، ذلست، ذلت، وهكذا، لازم اصرف حسب الضمير اللي موجود. انا هنا اخترت ايش ينفع معاها ذل، فالدنيا ماشيه معايا زي الفل. السؤال اللي بعده رقم 4: بايم unterricht أثناء الدرس، أثناء الحصة بتاعتنا. دي شولر، كلمة شولر قبلها دي تبقى جمع يعني التلاميذ. طب التلاميذ دول جمع، اختار معاهم فعل اخره اي ان. الفعل اللي اخره ان هو فعل زولن، والاجابه بتاعتي هتبقى زولن. خلي بالك من كلمه اوس ماخن معناها يقفل، وكلمه هندس يعني التليفونات، المفروض او ينبغي عليهم ان هم يقفلوا التليفونات. السؤال رقم 5: دو زولست den Termin von heute auf Samstag. صلي على النبي. بص يا عم، لو جينا بصينا على الجمله دي رقم 5 هتلاقي دو زولست. زولست موجوده، ده الفعل الناقص. طالما الفعل الناقص موجود وجايب لي النقط في الاخر يبقى عايز فعل في المصدر، والمصدر اخره اي ان. طيب انا هنا اتكلمت على كلمه اسمها تغمين موعد، واحنا خدنا في المحاضره بتاعتنا حاجه اسمها افعال المواعيد. افعال المواعيد اللي هي كانت ايه؟ كانت فير اينبارن يحدد او يتفق على ميعاد، فرشيبن اوف يعني بتلاقي اوف في الجمله، اوف في الجمله يأجل لي، او تلاقي في الجمله فعل تاني اسمه اندرن يعني يغير، او ابزاجن يعني يلغي الميعاد. طب يا ترى انا في الجمله دي عايز فعل في المصدر. لو جيت تلاحظ هابن مصدر، باسن مصدر، كومن مصدر، فيرشيبن مصدر. طب لما اتكلم عن الميعاد اختار مين؟ انا هنا في اوف، خلي بالك هابن بيجي مع المواعيد برضه، يكون عندك ميعاد زي فير اين بارن، بس هنا انا عندي اوف بتيجي مع فعل معين بس، فعل واحد يحفظها، يأجل ليه. زامستاج يعني يوم السبت، انا هأجل ليوم السبت، فكلمة يؤجل هنا فرشيبن. كومن يأتي، باصن يناسب. الإجابة هنا ليه فرشيبن؟ عشان عندي أوف بيجي معاها فرشيبن، ودي الإجابة بتاعتنا يأجل ليه. طيب نيجي للسؤال رقم 6. علي يعطيك جوانح.
المايك ده كل شويه يتعوج. بتاع دي حرام مقاطعه، مش مقاطعه بجد، مقاطعه لا. هي معموله هنا في السلم، ما هي بقى دي مستورده اهو، فيها حمض البنسوسينيك، فيتامين بي 6 وفيتامين بي 12. ال 12 عشان اعصاب والجيم. بجد والله ده انا اشرب. نيجي للسؤال رقم 6. علي ذل فعل ناقص، يبقى في الآخر عايز فعل في المصدر آخره إيه إن. قبل ما أترجم أشوف عندي كام فعل في المصدر. ما شاء الله، فرزوخن يحاول آخره إيه إن. نيمن يأخذ آخره إيه إن. زين يرى أو يشاهد آخره إيه إن. زين يكون آخره إن، وده المصدر بتاعه. طب يعني الأربع أفعال في المصدر، إيه ده؟ يعني الأربعة ينفع أحطهم في الآخر؟ طب انا لازم اعمل ايه؟ لازم اترجم الجمله، اختار فعل مناسب للمعنى اللي في الجمله. لو لقطت كلمه تابلتن، الاقراص، البرشام، شرحناها في المواقف بالتفصيل، بيجي معاها فعل ايه؟ الدواء العلاج. انا لازم ايه؟ اخد العلاج، هيبقى فعل نيمن. طيب خلي بالك من كلمة دغايمال يعني 3 مرات، وكلمة تجلش يعني يوميا كل يوم، يدن تاج كل يوم. السؤال رقم 7. دكتور مالر هات جزاكت، الدكتور قال ايه؟ انا ايش زول ينبغي عليا داس ريتسبت الروشتة. اعمل ايه في الروشتة؟ اصرف الروشتة. خدنا فعل في الافعال المهمة معناه يصرف الروشتة، رغم ان في هنا 4 افعال في المصدر، بس فعل واحد اللي انت عايز اسمه اب جيبن يصرف روشتة. كلمة ريتسبت يعني روشتة، اب جيبن يعني يصرف الروشتة، فالاجابة هتبقى اب جيبن. ابزاجن يلغي موعد، هوستن يعني يكح، تون يعني يفعل، بيساوي فعل مؤخر. طيب السؤال رقم 8. سارس موند توتفي بق، موند يعني فم، بق مين؟ بق سارة. ماله؟ توتفي يعني يؤلمها. زي كان نشت اسن، هي مش قادرة تاكل. ليه؟ عشان بقها وجعها. يبقى هي زي، واحد يقول لي ايه؟ زي هنا جايه بحرف كبير، مع ان عايد عليها هي، المفروض تبقى الاس صغيره، بس عشان دي اول الجمله ما تركات سهله بس بتفوتك. زيموس، ايوه فعل موسن يجب. فعل مسن يجب، المفروض دي الجمله دي اصلا او السؤال ده على ذولن، بس الجمله هنا داخله في النص بنفس طريقه اللي ايه لما يجي لي فعل ناقص عايز في الاخر فعل في المصدر. طيب المفروض هي يجب عليها ارتست يعني الطبيب، تتصل بالدكتور بتاعها او تروح للدكتور بتاعها، ايا كان احنا عايزين فعل في المصدر يمشي مع معنى الجمله. طب في كام فعل في المصدر؟ غوفن ان، لا هو المصدر بتاعه اسمه ان غوفن اللي هو فين؟ الاخير، ده المصدر اللي عندي. واحد يقول لي ايه؟ طب ينفع بيه؟ ما برضو اخرها اي ان، اقول له دي مش مصدر. يقول لي اخرها اي ان يا عم، اقول له بس فيها جي ايه، وقلنا اي فعل فيه جي ايه ده بيدل على ايه؟ على التصريف الثالث. فالاجابه عندي هنا انغوفن يعني تتصل بالدكتور بتاعها، فالاجابه هتبقى انغوفن. السؤال رقم 9. ايش ذل دين تغمين الموعد، ذل فعل من الافعال الناقصه عايز في الاخر مصدر. انا عايز الميعاد بتاعي فون هويت ابند النهارده، عايز فعل ينفع مع المواعيد. طيب فعل كوفن، آه طيب فعل كوفن معناه يشتري. aufstehen يستيقظ يصحى. absagen يعني يلغي ميعاد. anrufen يعني يتصل. انا المفروض الميعاد بتاعي النهارده مساء، الغيه ولا اشتريه ولا يصحى ولا اتصل؟ الغي. طب فين فعل يلغي في الاربعه؟ لو انت فاكر انا قلت اني واحد خوف يلغي، لا يشتري. aufstehen يستيقظ، absagen صح كده يا صديقي، absagen هي الاجابه. السؤال رقم 10 بيقول لك ich soll heute einen Termin beim Friseur. فيغزور اللي هو الكوافير او الحلاق. بيقول لك انا الميعاد بتاعي النهارده، او انا عايز اعمل حاجه النهارده في الميعاد، ميعاد تغمين موعد. يا ترى عايز ايش ينفع معاها في الاخر هابي؟ لا انا عايز فعل في المصدر، ما ينفعش ده مش مصدر. زين ده مصدر يمشي. فير اينبارن اخره ايه؟ ان مصدر يمشي. كومن مصدر يمشي. طب هضطر ايه؟ في 3 ينفعوا، لازم اعمل ايه في الجمله؟ اترجمها. لازم اعمل ايه؟ اترجمها. السؤال رقم 10. انا النهارده نقط الميعاد عندي الحلاق او الكوافير، يبقى انا عايز يكون عندي النهارده اتفق او احدد ميعاد عند الحلاق او الكوافير، يبقى الاجابه عندي هيكون فعل يحدد او يتفق على ميعاد اللي هو فرقين. وخلي بالك ايه الافعال ديت احنا درسناها بالتفصيل واتكلمنا عنها. بكده انا حليت اسئله مهمه على الافعال الناقصه. هنتنقل دلوقتي لاسئله على الملكيه. يلا يا صديقي.
دلوقتي جه دور التدريبات اللي على الملكيه اللي عندنا، واول سؤال بيقول لي في جيت اس كلاوز، كيف حال كلاوز؟ انا هنا بتكلم على مين؟ على كلاوز. فقلت لك ايه؟ زاين. زاين ده ضمير ملكيه عايد على شخص مذكر، هو حاجه تخصه هو. توت نوخ في، لو رجعت معايا او افتكرت معايا ضمائر الملكيه كانت مثلا ايش ماين ماينه، دو داين داينه، اير اس زاين زاينه، التلاته زي ايا وايغ، بس مع الجغوز جغوز، يعني مع الاحترام الاس كبيره بنخلي الملكيه بتاعتها كابيتال زيها او جغوز زيها. فيا انظر اونزغي ايا اوير اويغي وهكذا. دي اسمها ضمائر الملكيه، ذكرناها قبل كده. طيب انا دلوقتي كطالب هنا محتاج ايه؟ محتاج افتكر ان انا عندي ضمير ملكيه اسمه زين، وزين كنت بختاره. زين اوضح لك اكتر، زين كنت بختاره مع كلمه اداتها يا اما ديا يا اما دس. فبالتالي هو جايب لي زين وبيقول لي كيف حال كلاوس، فبقول له في حاجه تؤلمه، في حاجه لسه وجعاه، بس الحاجه اللي وجعاه دي لازم تكون كلمه اداتها يا اما ديا يا اما دس. فهضطر اراجع على الكلمات اشوف ادواتها ايه. كلمه نازه انف اداتها دي ما تنفعش. كلمه هاند اداتها دي ما تنفعش. كلمه ارم جمع ذراع، خلي بالك لو كلمه ارم بس كانت تنفع، انما كلمه ارم كلمه جمع، كان المفروض ارم ذراع، لانما ارم جمع ما ينفعش. فانا عندي مين اللي فاضله؟ كلمه هالس. كلمه هالس خدناها في اعضاء الجسم، اداتها دير معناها الرقبه، رقبته وجعاه او زوره وجعه. فكلمه هالس هي الاجابه الصحيحه. ليه؟ عشان اداتها دير، عشان اداتها دير. طيب السؤال رقم 2 بيقول لي das ist Lars und das ist، هذا ده لارس und das ist، وهذه تكون أخته. أخته مين؟ أخته هو. طيب لارس ده شخص مذكر، أنا عشان أحل على الملكية محتاج حاجتين، محتاج أعرف الأداة بتاعت الكلمة اللي بعد النقط، محتاج أعرف الشخص عشان أجيب الضمير الملكية بتاعه. لارس شخص مذكر، يعني المفروض كأنه هو اير، والملكية بتاعت اير يا إما زاين يا إما حاجة تانية اسمها أيوه زاينه. فأنا دلوقتي عندي احتمالين، هقول أخته هو، يا إما أختار زاين يا إما أختار زاينه. طب أنا إمتى أختار زاين؟ حسب الأداة، حسب الأداة بتاعت الكلمة اللي بعد النقط. لو الكلمة اللي بعد النقط أداتها دير أو داس اختار زين. لو الكلمة أداتها دي مؤنث أو دي جمع اختار زيني. كلمة شفيستر يعني أخت، كلمة مؤنث والمؤنث أداته دي، فاختار زيني. لو الأداة دي آخرها حرف الإي اختار ملكية آخرها حرف الإي زيها، فالإجابة عندي هتبقى زيني. السؤال رقم 3، ماكس است كرانك، ماكس مريض. طيب ودنه مالها؟ ودنه يا عم، ودنه زيت غوت اوس، ودنه محمره. زيت اوس ده فعل خدناه معناه يبدو، شكلها كده ايه؟ محمره، وجعاه، تعباه. هي ودن مين؟ ودن ماكس. ودنه هو. ناقص لي حاجتين عشان احل الجمله. ماكس ده اعوض عنه بايه؟ باير عشان مذكر. طب الملكيه بتاعت اير يا زاين يا زايني، استبعد ايه واستبعد ماين، عندي زاين وزايني. طب اختار زاين ولا زايني؟ حسب الاداه. لو الكلمه دي دير داس زاين، الكلمه دي مؤنث دي جمع زايني، الكلمه دي اداتها داس، لو عرفت اداتها ارجع لك، لو مش عارف اداتها ارجع للكلمات. يبقى هختار زاين، فالاجابه عندي زاين. نيجي للسؤال رقم 4، Wo liegt eure neue Wohnung؟ ده سؤال بيقول لي ايه؟ اين تقع؟ ليكت تقع، eure neue Wohnung شقتكم الجديده، شقتكم انتوا. كلمه eure ضمير ملكيه يخصكم انتوا. طيب بالعقل كده، لو انا جيت في سؤال قلت لكم شقتكم، في الاجابه هتقول لي شقتنا. فالسؤال هنحوله للاجابه بشكل لذيذ قلناه في الحصه، اي حاجه او اي سؤال واجابه. اوير انظر، اويغي انظغي. تاني، اوير يعني حاجه تخصكم انتوا، تقول لي انظر تخصنا احنا. اويغي تخصكم انتوا، تقول لي انظغي تخصنا احنا. فالاجابه هنا اجابه مباشره، اول ما تلاقي كلمه اويغي اختار انظغي، حاجه بتاعتكم حاجه بتاعتنا، ونفس الكلمه متكرره، فونونج فونونج اللي هي شقه، فالاجابه هنا هتبقى انظغي. طيب السؤال يا شباب رقم 5، مارينا مالها؟ جيتس جود، يعني بقت كويسه الحمد لله، حالها بقى كويس. ايغي ضمير الملكيه بتاعها، في حاجه تخصها، في كلمه هنا لازم اختارها، بس الكلمه اللي هختارها هنا لازم استنتج حاجه، ان الملكيه هنا اخرها حرف الاي اللي هو ايه يعني، فهستنتج ان الكلمه اللي هختارها هنا اداتها يا اما دي مؤنث يا اما دي جمع. بس في ملحوظه حلوه قلتها قبل كده،
قلت لك اول ما تشوف زند اعرف ان الكلمه جمع، فانت عايز من الاختيارات كلمه جمع اداتها دي. طيب كلمه موند فم اداتها دير ما تنفعش. كلمه اوجه يعني عين اداتها ضس ما تنفعش. كلمه هند بتفكرها بكلمه ايه؟ هند. شكلها اتغير صح؟ قلت لك ملحوظه قبل كده، اي كلمه انت قابلتها شكلها اتغير اعرف ان هي بقت جمع، فالاجابه هنا هتبقى هند. يبقى الاجابه هنا هتبقى الاجابه سي. طيب واحد يقول لي كلمه ناظر. ناظر يعني ايه يا جماعه؟ ناظر يعني انف، هنا حرف الاه. ناظر يعني بقاتها دي صح، طب ما اختارها، طب ما هنا اخرها حرف الاي، فانا عايز كلمه اتها دي، بس خلي بالك في دي مؤنث وفي دي جمع، وزين ده عرفتك انك عايز جمع، فاخترنا دي ودي انسب حاجه. السؤال رقم 6. است فراو هالس، است داس فراو هالس كيند، هل هذا طفل الاستاذه هاله او السيده هاله؟ عايز اقول طفلها، طفلها هي. انا هنا بتكلم عن مين؟ عن فراو هاله. واحد يقول لي سهله دي، فراو هاله يبقى احترام. بالله عليك يا شيخ، قايل لك مليون مره، قايل لك مليون مره. سواء نظبط المايك كده عشان ايه عمال يلعب. طيب قايل لك مليون مرة كلمة فراو في كوما ولا مفيش؟ مفيش كوما، يبقى مفيش احترام، اعملها كأنها هالة عادية هي. وهي هختار الملكية بتاعتها اولها حرف سمول، حرف كلاين. طيب كلمة كند، كند يعني طفل، اداته دس، فهختار ملكية ما فيهاش حرف الاي، فهختار اير. طيب يا ترى انا عندي اير اولها حرف سمول واير اولها حرف جروس حرف كابيتال، اغلبيه الناس هتختار دي على اساس ان هي احترام، عشان هم عارفين ان الاحترام المفروض بتعوض عنها بزي، والزي الاس كبيره فالملكيه بتاعتها كبيره. لا يا صديقي، هنا هي مش احترام، هنا مفيش كوما مش احترام، فهختار اللي اولها حرف سمول. السؤال رقم 7. الإجابة عندنا هنا زي ما قلنا في السؤال رقم 6 هتبقى إيا اللي هي ما فيهاش كابيتال. نيجي للسؤال رقم 6. طيب السؤال رقم 6 بيقول لك إيه؟ است داس فراو هالس كيند، هل هذا طفل السيدة هالة؟ فأنا هنا بسأل سؤال، هل هذا طفل السيدة هالة؟ قال لي يا عايز أقول طفلها، ابنها، يخصها هي. هنا الناس نوعين، ناس هيعاملوا دي كأنها احترام فهيدوروا على الملكيه اللي اولها حرف جروس، وناس هيعاملوا دي كانها مش احترام فهيدوروا على الملكيه اللي اولها حرف كلاين. طب انا كطالب افرق بينهم ازاي؟ قلت لك من شويه كلمه فغاو مش كل ما تشوفها تعملها كانها احترام. هتقول لي ليه؟ هقول لك يا عم الحاج عشان خاطر ما فيش كوما. قلت لك لو في كوما احترمها، ما فيش كوما ما تحترمهاش، عوض عنها كانها زي هي. وزي هي الاس بتاعتها كلاين صغيره، فهختار ملكيه اولها حرف سمول مش كابيتال. طيب انا مشكلتي فين دلوقتي بقى؟ انا عندي كلمه كند اداتها دس، الإجابة أصلا وضحت، بس كلمة كند أتها دس. دس يبقى عايز ملكية ما فيهاش حرف الإي. طب إمتى بختار الملكية ما فيهاش حرف الإي؟ لو الكلمة أداتها دير أو دس. طيب افرض الكلمة أداتها دي مؤنث ودي جمع، بختار ملكية آخرها حرف الإي، فالإجابة عندي هنا دس. يبقى اختار ملكية ما فيهاش حرف الإي، عندي دي وعندي دي، ما ينفعش اختار دي. ليه؟ عشان هنا الحرف جوز بتعبر كأنها احترام، وهي مش احترام، أقسم بالله ما فيش كوما، ما فيش كوما، فهختار الأولى. يبقى الإجابة عندي هتبقى إيه. السؤال رقم 7. في است نقط نامي اسم. ممكن اقول لك ايه في است؟ واحد يقول لي في است ده النوم انا حافظها من اولى ثانوي، اسمك ايه يا عم؟ استنى ما تكمل باقي الجمله. زي. واحد يقول لي خلاص سهله، هنا زي معناها حضرتك. لا، زي جاي بعدها هايست، الفعل اخره تي، هنا زي معناها هي بس جايه كويشن في اول الجمله. هي اسمها نجله، يبقى انا بقول له ايه؟ ما اسمها؟ اسمها نجله، اسمها هي. كلمه نام يا شباب الارتكل بتاعتها دي، فلما اجي اختار ملكيه هختار ملكيه ما فيهاش حرف الاي اللي هو حرف الاي، فبالتالي عندي احتمالين، يا اما اختار 3 احتمالات، عندي داين، عندي ماين، عندي ايه. دي ما ينفعش عشان الارتكل قلنا دي. طب اختار مين فيهم؟ انا هختار الملكيه اللي تنفع معاها هي. طب هي يعني زي الملكيه بتاعتها ايه، فالاجابه هنا هتبقى سي. السؤال رقم 8 بيقول لي ايه؟ ماين اوبا جدي است زير كرانك، تعبان جدا، تعبان جدا. ماله يا سيدي؟ قال لك باوخ، باوخ يعني بطنه، تطفي بطنه وجعاه، جدي تعبان وبطنه وجعاه. طيب انا دلوقتي بتكلم عن مين؟ عن جدي، بطنه هو. جدي ده مذكر؟ مذكر، عوض عنه بايه؟ الملكيه بتاعت ايه؟ زاين او زاين، يا دي يا دي. طب انا اختار زاين ولا زاين؟ انا عندي اهي وعندي اهي، اختار مين فيهم حسب كلمه باوخ اداتها ايه. كلمه باوخ، كلمة باوخ أداتها الارتيكل بتاعتها ديا،
فاختار زين. يبقى عندي هنا الإجابة هتبقى زين. طيب نيجي لسؤال رقم 9. هاي بتينا، في زيت ارم اوس، كيف يبدو ذراعك؟ دراعك عامل ايه؟ دراعك مين؟ دراعك انت. واحد يقول لي بتينا هنا هي يا عم مش مؤنث. اقول لك ملحوظه، بتينا جاي جنبها كوما. الكوما لو جت جنب اي اسم بتخليه مخاطب، فالاسم ده مؤنث اقول لها انت، مذكر اقول له انت. طب لو جمع اقول لهم انتم عشان اعملهم كانهم مخاطب. طب لو هيرو فراو جنبهم كوما اعملهم كانهم احترام اقول له حضرتك او حضرتك. فالاجابه هنا بتينا جنبها كوما اقول لها انت. فالملكيه اللي عندي يا اما داين يا اما دايني، بس انا عندي هنا داين موجوده وعندي دايني موجوده، اختار مين فيهم حسب الاداه بتاعت ارم. ارم اداتها دير فاختار داين. فالاجابه عندي هتكون داين. سؤال رقم 10. تيمو است كرانك، تيمو است كرانك، ايه هوستد، هو بيكح. تيمو تعبان وهو بيكح. طيب يا عم الحاج بيكح ايه اللي تعبه؟ قال لك اوغن تون او سيرفي. قال لك ده تيمو مريض وبيكح وكمان ودانه اوخ. اوخ يعني ايضا مالها تؤلمه. ودان مين؟ ودانه هو. خلي بالك من ملحوظه، كلمه تون اخرها ان، بستخدمها مع الكلمه الجمع بس اللي اداتها دي. فانت استنتجت ان كلمه اوغن كلمه جمع والارتكل بتاعتها دي، فانت عايز ملكيه اخرها حرف الاي. مفيش غير واحده بس اخرها حرف الاي وهي اول واحده، واخترنا زاينه عشان عايده على تيمو اير مذكر، فالملكيه بتاعت المفروض زاين او زاينه، وعشان الكلمه اداتها دي اختار زاينه. فالاجابه هنا هتكون ايه؟ هنيجي ل 10 اسئله تانيين وليهم نفس الفكره بتاعت ال 10 اسئله اللي حلناهم من شويه، وهنحل بسرعه عشان خلاص انت عرفت الطريقه. طيب كلمه فينجر عايز اقول لك عليها ملحوظه لذيذه. كلمه فينجر معناها صباع او اصابع. واحد يقول انا اعرف منين؟ بص على الفعل، لو بعدها است صباع واحد، بعدها زند اصابع، انا كده عرفت هي امتى مفرد وامتى جمع. طيب كلمه فينجر لو هي مفرد اداتها ايه؟ اداتها دي. طب لو هي جمع مش محتاج تسالني اداتها دي. طيب انا هنا عرفت ان الكلمه دي مفرد عشان بعدها است، يبقى اداتها دير. والدير بختار معاها ملكيه ما فيهاش حرف الاي. عندي كام واحده؟ بص انا قبل ما اقرا الجمله انت حليت، عندي كام واحده فيها حرف اي؟ دي ما تنفعش، دي ما تنفعش، دي ما تنفعش. ليه؟ عشان الاداه دير. يبقى الاجابه هنا اهي. طيب هنا هنقول ايه فينجر است زيا. زيا المفروض هنا حرف الار مش التي، حرف ار مش تي. زيا غوت، صباعك احمر قوي. زي زولن ديل ارتست انغوفن، انت لازم تكلم الدكتور. يبقى صباع حضرتك عشان بقول لك ايه زي زولن حضرتك ينبغي عليك انك تكلم الدكتور. فالاجابه هنا هتبقى ايه. السؤال رقم 2. انشولدجونج معذره است داس سايت شريفت، هي دي مجله؟ هي دي مجله؟ مجله مين؟ رد قال ايه؟ يا زي است مايني، هي مجلتي. مجلتي انا. يبقى انا قلت له مجلتك، قال لي مجلتي. خدها قاعده. طيب هو انا لو قلت لك دايني هتقول لي مايني، اجي ابص في الاختيارات مفيش دايني دي اخرها حرف الاي، المفروض دي كمان تكون اخرها حرف الاي. اقول لك في حل تعويض ليها. لو جيت قلت لك هي دي مجله حضرتك ينفع تقول لي مجلتي؟ اه. يبقى انا ماينه في الاجابه. ليها احتمالين في السؤال، يا اما داينه يا اما ايغي، بس الحرف الاولاني جروس عشان اقول لك ايه مجله حضرتك. مجله حضرتك هتقول لي مجلتي انا. طب مجلتك انت؟ مجلتي انا. يبقى انا ينفع حاجتين، يا اما ايغي يا اما داينه. داينه مش موجوده فعندي ايغي، يبقى الاجابه هتبقى بي. السؤال رقم 3. اوه جميله، جنبها كوما. لما يكون عندي اسم جنبه كوما، اسم جنبه كوما عامله كأنه مخاطب يا جميلة، يبقى كده اقول لها حاجة تخصك انت. طيب هار زيت تول اوس، بقول لها شعرك شكله تول. تول رائع، شعرك شكله حلو، تحسدها يعني. طيب كلمة هار، هار اداتها دس. دس يبقى عايز ملكيه ما فيهاش حرف الاي. طب دي فيها اي مش عايزها، دي فيها اي مش عايزها، دي فيها اي مش عايزها، يبقى انا عندي داين، ودي الاجابه اللي عندي. السؤال رقم 4. است داس دي تاشي فون زاندرا، هي دي الشنطه، تاشي يعني شنطه بتاعت زاندرا. قالوا ايه؟ يا نقط تاشي شنطتها. شنطتها هي كلمة شنطة. غالبا الكلمات التي اخرها حرف الايه الارتكل بتاعتها دي مؤنث،
فالكلمة هنا آتها دي مؤنث، والدي مؤنث يعني محتاج ملكية آخرها حرف الإي، والملكية لازم تكون عايدة على مؤنث، وملكية المؤنث يا إما إيا يا إما إيغا، وهنا عشان آتها دي محتاج إيغا بس أولها حرف كلاين سمول. طيب السؤال رقم 5. راوخن است فيربوتن، التدخين ممنوع. ماخت بيته، سؤال مهم. سؤال مهم هتحتاج ترجع فيه للمحاضرة التمهيدية اللي على اليوتيوب عشان تعرف ان هنا في قاعدة اسمها الامر، امبراطيف الامر. طيب تعال نشوف الجملة بيقول لك ايه. بيقول لك التدخين ممنوع. ماخت بيته، من فضلكم، من فضلكم انتم. واحد يقول لي انت عرفت ان هي انتم منين؟ قاعدة الامر اللي هي اخرها علامة تعجب، لو جه الفعل فيها اخره ت بعرف ان الموضوع يخصكم انتم. لو فعل فيها اخره ت بعرف الموضوع يخصكم انتم، وانتم يعني ايا. فالملكيه بتاعت ايا بتكون اويا او اوي غي. طب انا عندي احتمالين هنا، يختار اويا يختار اوي غي. طب انا الاجابه عندي متوقفه على ايه؟ على الاداه. الاداه هنا صيغتين يعني سجاير، كلمه جمع يعني اداتها دي، يعني الملكيه يكون اخرها حرف الاي، فالاجابه هتبقى اوي غي. وخلي بالك من موضوع الامر ده عشان ممكن نلعب عليه في الامتحان. نيجي للسؤال رقم 6، سؤال لذيذ وسهل. ببغاي، ببغاي بغبغان ماله؟ هوستد فيل، البغبغان بيكح كتير. إيه انتوا زولت ينبغي عليكم إن سم تيا ارتست، تودوا للطبيب البيطري. تودوا مين؟ البغبغان. انتوا اللي المفروض. يبقى انا بقول لكم ايه؟ البغبغان بتاعكم انتوا. قلنا انتم يعني ايه، الملكيه اوير او اويغي. طيب اختار مين حسب الاداه بتاعت كلمه بغبغان؟ لو اداتها دير او ضس اختار ملكيه من غير ايه. اداتها دي او دي اختار ملكيه بحرف الايه. كلمه بغبغان اداتها ديا فاختار اويا، فالاجابه عندنا هتبقى اوير اللي هي بي. السؤال رقم 7. مغينه جيت سجود. طيب حالها بقى كويس. ايغي. السؤال ده ذكرناه فوق، ودي دي كانها اعاده ليه تاني، واخترنا فيه هند. وقلت لك في النقطه دي اخترنا دي ليه؟ قلنا عشان خاطر زند بتيجي مع الجمع، فاحنا عايزين كلمه جمع. طيب السؤال ده اتعاد، السؤال ده متكرر تاني عشان ما تقولش انا كروته، السؤال ده متكرر حليناه فوق. طيب السؤال رقم 8. في زيست، هنا مش حرف سي ده حرف اي يا شباب، ها هنا حرف اي. طيب في زيست ومعاها اوس في الاخر، فعل اوس ذهن معناه يبدو. كيف تبدو؟ انت عامل ايه دلوقتي؟ ده رجلك، قدمك، رجلك. است يا جانس ديك، ورمه قوي كلها ورمه. ديك يعني متورم، وساعات بتيجي مع الاشخاص بمعنى سمين. رجل مين؟ رجلك انت. جبتها منين؟ من الدو. طب الملكيه بتاع الدو يا اما داين يا اما دايني. طيب اختار داين ولا دايني؟ انا عندي داين وعندي دايني، اختار مين فيهم حسب الكلمه اللي بعد النقط اتها ايه. كلمه فوس قدم اتها دير، فاختار داين، فالاجابه عندي هنا هتبقى داين. السؤال رقم 9. اين مومنت، لحظه من فضلك. طيب بيتي من فضلك، فراو توماس، من فضلك يا فراو توماس. من جوزك، من است ام تليفون، جوزك على التليفون. بس مش هقول لك جوزك انت، هقول جوز حضرتك. اشمعنى؟ عشان هنا في كوما جنب كلمه فغاو، وفي كوما جنب كلمه فغاو لازم احترمها، قلناها من شويه، فاقول لها جوز حضرتك. انا عايز ملكيه تنفع مع الاحترام، هتكون ايا او ايغي، اولها حرف جغوص. طب يا ترى اختار ايا ولا ايغي؟ الاثنين موجودين حسب الاداه. كلمه مان يعني رجل، الارتكل بتاعتها ديا، الارتكل بتاعتها ديا، فاختار ملكيه ما فيهاش حرف الاي، فاختار ايا. السؤال رقم 10 بيقول لي فاغم، لماذا كنت داين فوغين دينشت؟ هو ليه صاحبك ما جاش؟ قلت له ليه؟ عشان ظهره وجعه. ظهره ايه؟ ظهره هو مذكر زين او زينه، وكلمه ظهر الارتكل بتاعتها ديا، الارتكل بتاعتها ديا، فاختار ظهره هو زين. اشمعنى ما ينفعش زينه؟ عشان الارتكل دير، فاختار زين، فالاجابه هتبقى زين. ونيجي دلوقتي لجزئيه مهمه، وهي الملكيه في حاله الاكوزاتيف. وحاله الاكوزاتيف هي حاله المفعول او حاله النصب. افكرك بحاجه بسيطه قبل ما نبدا ونحل عشان ننجز مع بعض باذن الله. حاله الاكوزاتيف هي حاله كان بيحصل فيها تغيير، بس بشرط التغيير دوت بيكون مع كلمه معينه او كلمه لها اداه معينه، والاداه دي كانت ديا. يعني اي كلمه اداتها ديا جت في موقع مفعول بنغير الدير لاداه تانية اسمها دين. فبالتالي لو كنا بنختار مع دير حاجه اسمها ماين، هنغير ماين لحاجه اسمها
ماينن. يبقى انا كل المطلوب مني لما اجي احل على المفعول اول حاجه اتاكد ان الكلمه اداتها ديا ولا لا. لو طلعت الكلمه اداتها دير وفي موقع مفعول في الجمله هحول الدير لدين، فبالتالي طالما حولت الدير لدين هحول الملكيه. لو ملكيه مفروض ماين احولها ماينن، طب لو داين داينن، طب لو زاين زاينن، بس بشرط الكلام ده مع مين؟ مع الكلمات اللي اداتها دير. يجي لي واحد يقول لي طب افرض عندي كلمه اتها دس وجايه في موقع اكوزاتيف، موقع مفعول اللي احنا شرحناه باستفاضه، اعمل ايه؟ ما تغيرش حاجه، نزل كل حاجه زي ما هي، الدي ما تغيرش حاجه، التغيير الوحيد في حاله الاكوزاتيف بيكون مع الكلمه اللي اداتها دي بس. فبالتالي لما اجي احل معاك صلي على النبي وتعال ركز مع بعض. بص يا سيدي، اول حاجه بسم الله، اول حاجه في الجمله الاولى عندي بيقول لي ايه؟ كريم هات اينن زون، كريم عنده ولد. ايه هو ليبت يحب، زون بيحب ابنه، ابنه هو. مبدئيا احنا عارفين ان اي حاجه تخص هو زين او زينه، بس هنا في حاجه انا بتكلم على الابن، والابن هنا جاي في موقع مفعول، كريم بيحب ابنه، الابن هنا في موقع مفعول، والابن مذكر في اداته دير، فبالتالي جاي في موقع مفعول واداته دير فهحول الدير لدين. فلو كنت هختار زين فهختار زينن، تاني هختار زينن عشان جاي في موقع مفعول، فالاجابه هتبقى زينن. طيب يطلع لي واحد يقول لي هو نعرف منين اصلا ان هي في موقع مفعول؟ اتفرج على الفيديو. الجمله رقم اتنين بتقول نقط اونكل بزوخ ايش هويته. ايش يعني انا؟ انا هنا هزور مين؟ عمي. واحد يقول لي طب اشمعنى عمي جاي في الاول؟ مش المفروض انا هزور عمي انا الاول؟ الكلام ده حبيبي لازم تفهم ان ترتيب الجمله ما بيفرقش فيه اي حاجه غير البابا. البابا مين؟ الفعل، مكانه رقم كام؟ رقم اتنين. اعمل اللي انت عايزه في الجمله، اهم حاجه الفعل رقم اتنين. ممكن اقول ايه؟ ايش بزوخ عمي، انا هزور عمي. طب عمي زرته انا، مش هتفرق معايا، الفرق معايا كله في ان انا الفعل جاي رقم اتنين، وان ايش يعني انا، وانا هنا في موقع فاعل، فعمي جاي في موقع ايه؟ موقع مفعول. والله عمي ده لو الارتيكل بتاعته دير هغيرها، جايه الارتيكل مش دير بسيبها زي ما هي، عمي مذكر اداته دير هغيرها لحاجه اسمها دين. فبالتالي لو كنت هختار ماين لا اختار ماينن، فالإجابة عندي هتبقى ماينن. سؤال رقم 3 فعل مهم جدا وخلي بالك منه اسمه فرجس، جاي من فعل فرجسن معناه ينسى، ودي قاعدة الأمر، قاعدة الأمر. فرجس ني فيدر، ما تنساش تاني أبدا، ني يعني أبدا وفيدر يعني مرة أخرى، ما تنساش تاني أبدا. فورشاين تسو هاوزه، فورشاين يعني الرخصة، الرخصة بتاعتك اوعى تنساها تاني. تسو هاوس، تسو هاوس يعني في البيت، ما تنساش الرخصة بتاعتك في البيت. هو مين اللي مش هينسى؟ انت. واحد يقول لي طب فين كلمة انت؟ محذوفة. اشمعنى محذوفة؟ عشان قاعدة الامر لما نيجي نطبق الامر مع دو اللي هي انت بنحذف الضمير. واحد يقول لي اعرف منين؟ المحاضرة التمهيدية مشروح فيها الحتة دي بالتفصيل. طيب فيروشاين اللي هي الرخصة جايه في موقع ايه؟ مفعول. انت تنسى الرخصة، انت فاعل الرخصة مفعول. طيب هي رخصة مين؟ رخصتك انت. طيب كلمة رخصة لو أداتها دير أغيرها، أداتها مش دير أسيبها زي ما هي. كلمة رخصة الأرتيكل بتاعتها ديا فغيرها لحاجة اسمها دين، فاختار ملكية آخرها اي ان، بس أنا عندي مشكلة، عندي اتنين آخرهم اي ان، داينن وأويغن، أختار مين فيهم؟ فرجس، الملكية اللي تخص دو. لو كانت فرجست تمام اخرها تي كانت الملكيه اللي تخص اير. التفاصيل ديت دقيقه ومهمه ارجع لها صدقني والله العظيم موضوع مهم. موضوع الامر دوت لما بيدخل معانا في القاعده او في اي قاعده بنشرحها بتحس ان الدنيا ايه؟ هتلخبطك شويه. هنا الامر معدوم، عرفت منين؟ كنا انا بقول لك في القاعده بقول لك ايه؟ الفعل ساده، الفعل ساده، الفعل ساده. يعني ايه فعل ساده؟ ولا اخره تي ولا تي ولا اي ان. عرفت كده ان الامر معدوم. لو الفعل كان اخره تي هعرف ان الامر معير مع ان الاثنين محذوفين بس انا بستنتج. طيب مع دو يبقى اختار داينن. سؤال رقم 4 مارك هات كوليجن هانز انجروفن. مارك اتصل بزميله هانز. كلمة زميل، كلمة زميل بسم الله، كلمة زميل كلمة مذكر الارتيكل بتاعتها دير، وهنا مارك اللي اتصل بزميله يعني زميله هنا جاي في موقع مفعول واداته دير هنحولها دين، فمحتاجين ملكية اخرها اي ان. عندي زينن عندي ايغن بس مارك مذكر فنختار زينن. السؤال رقم 5 بيتي من فضلك بغنجت، بغنجت
من فضلك، او ممكن تكون من فضلكم، والله ما اعرف. طب هستنتج ازاي؟ دي صيغة امر اخرها علامة تعجب، والفعل بغنجة اخره تي، وطالما الفعل اخره تي يبقى الامر مع اير اللي معناها انتم. يبقى انا عرفت هنا الامر منين مع اير، عرفت من التي. طب الملكية بتاعت اير يا اما اوير يا اما اويغي يا اما اويغين. طب يا صديقي انا هختار مين فيهم؟ كلمة هوند يعني كلب، الارتيكل بتاعتها دير وجايه في موقع مفعول، انتوا هتاخدوا الكلب، الكلب مفعول، يبقى هنا اداة دير نحولها دين، فنختار ملكية اخرها اي ان. يا ترى اختار داينن تخصك انت، ولا اويغن تخصكوا انتوا، ولا ايغن تخص حضرتك؟ هنا تي يبقى انا اير، يبقى الملكية اويغن، يبقى الإجابة هتبقى دي. السؤال رقم 6. شريف arbeitet باي فودافون، شريف شغال تبع أو لدى شركة فودافون. اير فندت هو شايف arbeit يعني العمل، هو شايف شغله، شغله هو ماله انترسانت ممتع. طيب مين اللي شايف؟ شريف. هو شايف الشغل، الشغل مفعول. طب الشغل اداته ايه؟ اداته دي. افكر في المفعول ومش المفعول والكلام دوت؟ لا، طالما الاداه دي بختار ملكيه اخرها اي، فالاجابه هنا هتبقى زاينه. اللعب كله على الكلمه اللي اداتها دير. سؤال رقم 7 بيقول لك ايه؟ فرجسن زي بيته، ما تنساش من فضل حضرتك اوس فايس البطاقه بتاعتك، اوعى تنساها، نشت اوعى تنساها. طيب حضرتك البطاقة، حضرتك فاعل يبقى البطاقة مفعول، البطاقة تخص مين؟ تخصك انت، تخص حضرتك. طب الملكية بتاعت حضرتك، الملكية بتاعت حضرتك يا اما ايه يا اما ايغ، بس لو عندنا الكلمة اداتها دير وفي موقع مفعول احولها ايغن يعني اخرها اي ان. طب انا دوري ايه دلوقتي؟ اعرف ان اوس فايس الارتيكل بتاعتها دير وجايه في موقع مفعول، احولها دين، فاختار الملكية اللي اخرها اي ان، فالاجابة هتبقى ايغن. السؤال رقم 8. لورا مالها؟ هات موجن اينن ارتست مين؟ لورا عندها بكره ميعاد عند الدكتور. ماشي يا ست لورا، عايزه ايه تاني؟ زي دارف تغمين نشت فرجسن، وهي ما ينفعش تنسى ميعادها، هي ميعادها، هي فاعل ميعادها مفعول. طب كلمة ترمين لو انت فاكر الكلمات الارتكل بتاعتها دير والميعاد هنا مفعول، بنحول الدير لحاجة اسمها دين، فهنختار ملكية اخرها اي ان، فالاجابة هتبقى ايغن. السؤال رقم 9. ماين كيند طفلي، ابني فندت شايف التس كمبيوتر شبيل لعبة الكمبيوتر اللي عنده القديمة لانج فايلش، اللعبة الالتس اللي عنده القديمة مالها مملة. طيب ابني شايف اللعبة، طب اللعبة هنا في موقع مفعول بس مش هنوجع دماغنا، عارف ليه؟ عشان كلمة كمبيوتر شبيل الارتيكل بتاعتها دس، وطالما الكلمة اداتها دس بختار ملكية اخرها مفيش اي ولا اي ان، ولا اي ولا اي ان. امتى ازود الاي ان؟ لو الكلمه اداتها دير واخرها او جت في موقع مفعول، لو الكلمه اداتها دير وجت في موقع مفعول. طيب انا هنا دوري ايه؟ اختار ملكيه ما فيهاش ولا اي ولا اي ان، فالاجابه عندي هتكون زين. السؤال رقم 10 واخر سؤال في الاكوزاتيف. هانز هات كاينن روكزاك، هانز ما عندوش شنطه ظهر. طب يا عم هانز اير كان هو يقدر، هو يمكنه، روكزاك نيمن ياخد الشنطه بتاعتي، هو الشنطه بتاعتي. طب هو فاعل، الشنطه بتاعتي مفعول، كلمه روكزاك اداتها دير وجايه في موقع مفعول نحولها لدين، فنختار ملكيه اخرها ان، فالاجابه هتبقى ماينن. فبالتالي انا كده شرحت لك الملكيه باستفاضه وزودنا اسئله عشان خاطر عيونك. نخش على جزء مهم جدا وهي اسئله امتحانات السنين اللي فاتت في النظام الجديد. يلا يا صديقي، اول جزء هنشتغل عليه في اسئله امتحانات السنين اللي فاتت هو الجراماتيك، القواعد. بس خد بالك انا شرحت لك فوق باستفاضه، فدلوقتي انا المفروض احل على طول عشان وقتنا بيهرب مننا كده. طيب السؤال الاول انا عارف اقسم بالله ان انا هفضل اقول لك احل بسرعه وهفضل برضو ارغي في كل جمله، هو دي عادتي. طيب السؤال الاول بيقول لي ماينش فيستر اختي زيت جيرن فيلم ميت احمد حلمي، بتحب تتفرج على افلام احمد حلمي، يدس فوخن اند وفي كل اجازه نهايه الاسبوع، شاوت زي فيلم ان تتفرج على افلامه. كلمه فيلم هنا اخرها حرف الايه، فهي كلمه جمع الارتكل بتاعتها دي، فمحتاجه اختار ملكيه اخرها حرف الايه. هنا المصيبه، كلمه اداتها دي عايز ملكيه اخرها ايه، اخرها ايه اخرها ايه اخرها ايه اخرها ايه اللي هو حرف الايه في في الدويتش عندنا. طيب انا دلوقتي محتار بين الاربعه، الاربعه ينفعوا كاداه
لكن كشخص هي مين اللي بتتفرج؟ اختي. اختي هي الملكيه بتاعت هي يا اما ايه يا اما ايغ، وانا عايز ايغ، يبقى الاجابه هتبقى سي. سؤال رقم 2. هالو ديانا، في جيتس داينا موتر يتست. يا ديانا مالك، امك عامله ايه؟ طيب قالت لي ايه؟ بصر، حالها احسن دلوقتي. ابا لكن ارمي تن، قلت لك لما تلاقي تن اعرف ان الكلمه جمع والاداه دي دراعاتها. دراعات مين؟ دراعاتها هي، دراعات امي مالها؟ تنخ في ما زالت تؤلمها، نخ يعني ما زالت. طيب كلمه اداتها دي عايز ملكيه اخرها حرف الايه، اخرها ايه اخرها ايه اخرها ايه اخرها ايه، محتار نفسي الحيره. هي ايد مين؟ ايد والدتي. طيب والدتي هي، وهي يعني زي، والملكيه بتاعتها يا اما ايه يا اما ايغ. انا عايز ايغ بس عندي مشكله، انا عندي ايغ وايغ، واحده بحرف جروس واحده بحرف كلاين، واحده كابيتال واحده سمول، اختار مين فيهم؟ دي احترام؟ لا الجمله ما فيهاش احترام، يبقى استبعد دي، اختار الثانيه. سؤال رقم 3، خد بالك ان دي اسئله جت قبل كده في النظام الجديد، زي ما انت شايف تجريبي دور أو التجريبي الاول وامتحان التجريبي الثاني وهكذا. طيب نيجي لسؤال رقم 3 وامتحان التجريبي الثاني سنه 2021. طيب السؤال بيقول ايه يا ماما؟ فاس نقط ماخن. هي ردت رد قالت ايه؟ غايمت. غايمت اويغي سيما اوف. غايمت هنا اخرها تي، وايغي الملكيه اللي تبع اير انتم، ودي صيغه امر عشان اخرها علامه تعجب، فقالت لهم ايه؟ غيمه اوف يعني روقوا، وايغه سمر يعني اوضكم، رتبوا الاوض بتاعتكم. فاكيد السؤال كان ايه؟ يا ماما هو احنا المفروض نعمل ايه؟ إيه اللي ينبغي علينا ان احنا نعمله؟ قالت لهم روقوا الاوض. فانا دلوقتي بسالها إيه اللي المفروض نعمله؟ فكلمه ينبغي علينا احنا هتبقى اسمها زولين فير. واحد يقول لي انت استنتجت فير دي منين؟ يا ابني الموضوع بالعقل شويه. كلمه اويغه معناها حاجه ملكيه تخصكم انتوا، ودي اجابه، فاكيد السؤال فيه احنا. واصلا عندي هنا فيا وهنا فيا، فعندي اتنين ينفعوا، بس هنا قالت لنا رتبوا الاوض. اقول لها يا ماما ماذا نريد ان نفعل ولا ماذا ينبغي علينا ان نفعل؟ المفروض نعمل ايه؟ قالت روقوا الاوض، فالاجابه هنا هتبقى سي. سؤال رقم 4 فيها حاجتين، في عندي ايه وعندي بي، وركز فيها. ايه بيقول ich möchte bitte Herrn Mahler sprechen. انا اريد اتحدث مع السيد مالر. طيب قال له ايه؟ توت مير لايد. حضرتك. حضرتك عرفت منين هي حضرتك؟ واحد يقول لي ايه؟ في كوما هنا اهي والاس كبيره يبقى احترام، والاحترام هنا محتاج فعل اخره اي ان، والاختيارات فيها زولن وفيها فولن، الاتنين اخرهم اي ان، اختار مين فيهم حسب معنى الجمله. عايز اتكلم مع السيد كذا، قال له من فضلك هي اين مومنت فارتن. فارتن يعني انتظر، من فضلك انت المفروض او ينبغي عليك انك تنتظر هنا. هي مالر استنوخ نشت دا، هو مش موجود، يبقى ينبغي عليك ولا حضرتك تريد تنتظر هنا؟ لا حضرتك المفروض تنتظر هنا عشان هو مش موجود. كلمة المفروض او ينبغي ده فعل مشهور عندنا في المنهج، هو فعل زولن. السؤال رقم 5. hast du onkels Ferienwohnung gesehen؟ انا بقول ايه؟ هو انت شفت شقة عمك المصيفية او الشقة اللي بيقضي فيها الاجازة؟ رد قال ايه؟ يا Ferienwohnung liegt am Meer und die ist sehr schön. ده امتحان السودان، اسئله السودان كلها عيانه اصلا. طيب بيقول ايه؟ هو انت شفت شقة عمك، هو انت شفت شقة عمك اللي بيقضي فيها الاجازة بتاعته؟ رد قال له ايه؟ يا دي شقته. شقته موجودة على البحر يا عم، يا بخت عمي، وكمان ايه زيها شون جميلة، شقته هو. طيب كلمة فونونج بالمناسبة يا جماعة اخرها او ان جي، واي كلمة في الالماني اخرها او ان جي الارتكل بتاعتها دي، فمحتاج ملكية اخرها حرف الاي، وعمي ده ذكر مذكر يعني، فاعوض عنه باير، فالملكية بتاعته هتبقى زاينه. اشمعنى؟ عشان الكلمة اداتها دي، فانا هختار زاينه. السؤال رقم 6. كيندر. كلمة كيندر كلنا عارفين ان هي اطفال، بس في ملحوظة هنا، كلمة كيندر جنبها كوما، الكوما بتخلي الاسم اللي موجود مخاطب، فبدل ما اقول الاطفال هم، لا هقول لهم انتم. يا اطفال، يا اولاد، مالكوا انتوا. يبقى انا محتاج اختار اجابه فيها انتم. استنتجت انتم منين؟ لو جالي كلمه جمع زي كلمه الاطفال جنبها كوما ما اقولش هم، اقول انتم عشان الكوما بتعبر ان هم مخاطب. طيب انتم ايه ايه. طيب يا ترى مين فيهم صح؟ على فكره ايه لو دي صح لازم يكون في هنا املاوت، لو انت مراجع تصريف الافعال، فالاجابه الوحيده هنا هتبقى ايه. ايه اللي عندنا. طيب
السؤال رقم 7 بيقول ماين بغودا ماج اكشن فيلم. اخويا بيحب افلام الاكشن. ماشي يا عم، على عيننا وعلى راسنا. ليبلينجز فيلم، وفيلمه المفضل فيلم هو هات اير اوف دي فاودي على الدي في دي. الفيلم بتاعه هيكون موجود فين؟ على الدي في دي. طيب يا عم، انا مطلوب مني ايه؟ اخويا بيحب افلام الاكشن، وهو حاطط الفيلم بتاعه، هو حاطط الفيلم هو ايه؟ فاعل. يبقى الفيلم المفضل مفعول. والكلمه دي الارتكل بتاعتها دير، كلمه فيلم اتها دير. واحد يقول لي انت مش قلت فوق ان كلمه فيلم اتها دي ما كانتش فيلم، كانت فيلم، الجمع بتاعها افلام. طيب لبلينجز فيلم كلمه اتها دي وجايه في موقع مفعول. هنا اللي عمل مفعول كلمه هات، هو حاطط الحاجه دي عنده على الدي فاودي اللي هو الدي في دي. طيب هحول الدير لحاجه اسمها دين، فمحتاج ملكيه اخرها اي ان. عندي كم واحده اخرها اي ان؟ شكرا يا صديقي زاينن. نيجي للسؤال رقم 8 بيقول لي فو است ايه مانتل. هو فين؟ بيسأل سؤال. فو است ايه مانتل، فين البالطو بتاع حضرتك يا فراو هند؟ بسألها سؤال. قالت ايش فايس نشت. والله ما اعرف. ايش فند نشت، انا مش لاقياه. مش لاقي ايه؟ البلطو بتاعي. كلمة مانتل كلمة مشهورة، الارتكل بتاعتها دير، وجاي في موقع اكوزاتيف يعني مفعول. يعني هنحول الدير لحاجة اسمها دين، يعني عايز ملكية اخرها اي ان، فعندي دي اخرها ان ودي اخرها ان. بس انا لما سألتها قلت لها البلطو بتاع حضرتك، فهتقول لي البلطو بتاعي. سؤال واجابة، فالاجابة هتبقى ماينن. السؤال اللي جاي بيقول انغوفرين يعني المتصلة. هير دكتور سيدي الطبيب، ماين مان هات ابنز هونجر، كل يوم في المساء بيكون جعان. هابن زي كاينن غات داجيجن، انت ما عندكش اي نصيحة للحوار ده؟ غات يعني نصيحة. قال لها دوخ بال، انت بتقولي ايه؟ زي und ihr مان، حضرتك وجوزك ماله؟ ده امتحان مصر ادب 2021، امتحان عقيم عيان، نص مصر شلته والله العظيم. امتحان ميت اقسم بالله، فاكر؟ دفعتك. والله امتحان كان غريب يعني. المهم يعني قال لها في نصيحه طبعا. انت بتقول ايه يا ست الكل؟ كاين فاست فود اسن. انتوا ينبغي عليكم، بصوا يا جماعه، طالما الدكتور قال حاجه، الحاجه دي بتكون نصيحه. والنصيحه معروفه عندنا، هو فعل مشهور عندنا في المنهج، هو فعل ظلم. فهنا قالت لها ايه؟ حضرتك وجوزك ما تاكلوش اكل ايه؟ فاست فود. فالاجابه هنا هيكون فيها نصيحه، فنختار فعل ايه؟ ظلم. نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال رقم 9. الحمد لله جينا الحاجه فيها دور اول اهو، مصر دور اول 2022. السؤال رقم 9 بيقول هير يانو است اوس ايطاليان. ماله يا عم؟ الراجل ده من ايطاليا. ابر ايه؟ الحرمه بتاعته فغاو مراته است اوس كندا. مراته هو، مراته هو. هو يعني ايه؟ الواحد يقول لي لا يا عم ده احترام، وربنا ما فيكما، وربنا ما فيكما. يبقى مراته هو. هو يعني ايه؟ فالملكيه هتكون زين او زين. اختار زين امتى واختار زين امتى؟ زين لو الكلمه اللي بعد النقط دير او داس. زين ايه لو الكلمه اتها دي مؤنث او دي جمع. فانا عندي زين وعندي زين، والفغاو مؤنث ست، مراته فأداتها دي، فاختار الملكية اللي آخرها حرف الإي، فهتبقى زاين. سؤال رقم 10 امتحان مصر دور أول برضو 2022 بيقول لي فيا إحنا. ده سؤال على أفعال الناقص. إحنا، بص سؤال حلاوته وجماله وطعامته ولذته، وركز معايا. شايف كلمة جزاكت دي؟ ظلم، من غير ما أعمل أي حاجة. لمحت الزكت، هات جزاكت، الزاجل ظلم. سؤال رقم 11 بيقول لي بيست دو لارس بغدة. هو انت اخو لارا؟ قال له لا، ده انا اختي اسمها نانسي. فانا اختي انا. كلمة اخت مبدئيا يعني الارتكل بتاعتها دي عشان انثى، واختي انا فعايز ملكية اخرها حرف الاي. والملكية اللي تخصني انا يا اما مايني يا اما مايني، بس هختار مايني عشان الملكية اخرها حرف الاي. وسؤال جميل جدا ولذيذ. سؤال 12 يا ماما فان نقط متى ماغيا اوند ايش سو هاوز زاين. امتى؟ امتى يا ماما نكون او ينبغي علي انا وماريا نكون تسو هاوز؟ تسو هاوز يعني في المنزل. امتى المفروض نكون في البيت؟ بص خليك شواف. المفروض نكون امتى في البيت؟ انا استنتجت هنا كلمه المفروض منين ولا ينبغي منين. بص في اخر الجمله هتلاقي عندك ايه؟ جزاكت ابوكوا اللي قال كده تكونوا الساعه كام؟ 20 و20 يعني 8 مساء. طيب يبقى انا دلوقتي هنا عايز اختار فعل ظلم. طيب فعل ظلم موجود عندي منه زلت وموجود عندي منه ظلم، اختار مين فيهم؟
اي اسم جنبه ايش، اي اسم جنبه ايش، دي معادله بنعبر عنها بفير. فير يعني نحن، بنختار فعل اخره اي ان، فالاجابه هتبقى زولن. سؤال 13، في جيت اس داينم فاتر، كيف حال ابوك؟ قال له كويس، بس عينيه الاتنين مش واحده. عرفت منين ان هم جمع؟ عشان اوجن، وانا ما اعرفش يا عم ان اوجن جمع. عارف ان زند وجودها بيدل على الجمع، يبقى الكلمه جمع، والجمع اداته دي يبقى عايز ملكيه اخرها حرف الاي. بص السودان كان زمان بيحطوا من سنتين كده ولا 3 4 سنين بيحطوا الاختيارات 3 عشان ما يتعبوش نفسهم يعني. طيب هنا الكلمه جمع اياتها دي، فعايز ملكيه اخرها حرف الاي، فالاجابه عندي هتبقى زاين. السؤال رقم 14، ودول اخر سؤالين عندنا في الاسئله بتاعت امتحان السنين اللي فاتت اللي على الجراماتيك. طيب انا دلوقتي عندي السؤال رقم 14 بيقول لي ام فوخن اند، في نهايه الاسبوع فيات مارتن zum اونكل ان مانهايم. في واحد اسمه مارتن هيسافر لعمه في الاجازه بتاعت نهايه الاسبوع اللي هي زي الجمعه عندنا كده. طيب هيروح له فين؟ في مدينه اسمها مانهايم. هو ده مش مارتن، دي مارتينا صح؟ اه والله العظيم معلش، والله العتب على النظر، حالتي صعبه. طيب ام فوخن اند فيات، تعرفوا ان الجمله دي كانت ممكن تبوظ دلوقتي لو انا قلت مارتن كنا هنعتبره ذكر، فالموضوع كان هيبوظ مننا. المهم يعني مارتينا باظ مني السؤال ده، تنمت. السؤال رقم 14 بيقول لي ام فوخن اند فيرت مارتينا تسوم اونكل ان مانهايم، في الاجازه اللي في نهايه الاسبوع الاستاذه مارتينا هتسافر لعمها فين؟ ان مانهايم، بس بشرط زي هي. واحد يقول لي هي بس الاس كبير عشان اول الجمله خلاص حفظناها. برينجت زون مت، مت برينجن يعني تحضر معاها، تاخد معاها، تاخد معاها مين؟ ابنها، ابنها هي. الابن ده، الابن ده ذكر صح، اداته ديا، وجاي في موقع اكوزاتيف فنحولها لدين، فعايزين ملكيه اخرها اي ان. عندي زاينن وعندي ايغن، الاثنين اخرهم ان ينفعوا، بس انا هنا بتكلم على انثى فما ينفعش زاينن، يبقى الاجابه هتبقى ايغن. سؤال 15، ديا دكتور زكت، والله بص انت حليت، انت حليت. بص الدكتور بيقول يا اطفال نشتي فيها شوكولاده اسن. يا اطفال، جبت كلمه يا دي منين؟ خليك شواف. دي ايه يلا؟ دي ايه كوما؟ دي ايه تاني اهي؟ دي ايه كوما؟ دي ايه كوما؟ الكوما معناها ايه؟ يا، فخلت الاطفال كانهم ايه؟ موجودين، فبقول لهم يا اطفال انتوا المفروض ما تاكلوش شوكولاته كتير انتوا. طيب جبت انتم منين؟ لو عندي اسم جمع جنبه كوما سواء بعده او قبله اعوض عنه كانه ايا، واير يعني انتم، واير انتم بتاخد فعل اخره تي، وهنا الدكتور قال يبقى عايزين فعل زولن بس اخره تي يبقى زولت، يبقى الاجابه عندنا هنا زولت. وبكده حلينا كل الاسئله اللي ممكن تقابلنا في امتحانات السنين اللي فاتت على الجراماتيك. نتنقل لجزء اخير وهي اسئله صغيره مش كتير، وهي المواقف. يلا بينا. ودلوقتي جه دور اخر حاجه في حصه الواجب، وخلي بالك الحصه النهارده طويله شويه بس بعد كده ان شاء الله هتبقى اقل من كده بكتير. طيب الجزء اللي هنحل عليه دلوقتي هو جزء المواقف اللي جت في امتحانات السنين اللي فاتت، وخلي بالك المواقف محتاجه ترجمه فركز معايا. اول سؤال بيقول لي داس كين داينا شفيستا، تامر ابن اختك اللي اسمه تامر زكت بيقول ايه؟ داس زند مايني اوجن، دول عينيا، مايني نازي دي مناخيري، und mein Mund وده بقي. was sagst du ihm؟ هو كده بيقول ايه؟ اعضاء الجسم، يبقى انا هقول له ايه؟ sehr gut، جيد جدا، كويس، شاطر. du hast die Körperteile gut gelernt، انت اتعلمت الكوربرتايل اعضاء الجسم كويس، شاطر. فالاجابه عندي هتكون سي. السؤال رقم 2 بيقول لي داينه موتر والدتك انددو وانت مالكو يا عم زايد باي ديا شبغش شتونده بايم ارتست، انت ووالدتك زايد باي دير شبغش شتونده. كلمه شبغش شتونده يا جماعه اللي هي استشاره، بايم مين؟ بايم ارتست، يعني انت ووالدتك رحتوا عند استشاره او استشاره عند الطبيب. طيب دوش بغشست وانت بتتكلم ايبا عن das körperliche Befinden deiner Mutter، بتتكلم عن حال befinden اعضاء الجسم اللي تخص مين؟ والدتك. طيب واحد يقول لي الكلمات فرق معايا، طبعا انت شايف ان الكلمات هي اللي بتوضح كل شيء. طيب was sagst du، ايه الجمله في الثلاثه دول اللي انا بتكلم فيها عن اعضاء الجسم لوالدتي؟ طيب والدتي
لما يتكلم على حاجه تخصها هي، انا هنا هدخل الملكيه. فمثلا لو عايز اقول دماغها، اقول دماغها هي يعني زي، يبقى اير او ايغ. فانا هنا عندي الاجابه بتاعتي هتكون الاجابه ايه. ليه؟ بيقول لك اير كوف دماغها، توت اير تاج und Nacht schon weh، دماغها وجعاها ليل ونهار طول اليوم، الصبح وبالليل وجعاها. توت في يعني تؤلمها. دماغ مين؟ دماغها هي. استنتجت الموضوع دوت. ده هيفرق مع الطالب او كويس مع الطالب اللي عارف يعني ايه ملكيه ايه. حتى لو جيت تترجم باقي الاختيارات مش متاحه خالص، ما تنفعش. يعني بص الاختيار الثاني، können Sie meine Körperteile untersuchen. انا رحت مع والدتي عند الدكتور واتكلمت عن حال اعضاء جسمها، فقلت له ايه يا دكتور بعد اذنك ممكن تكشف عليا، تفحص اعضاء جسمي انا؟ لا يا عم سيدي الدكتور او الطبيب، في جيت اس ان نيتست كيف حالك؟ ما ينفعش. فالاجابه بتاعتنا هتبقى ايه. السؤال رقم 3 بيقول انتون هات هويته اينن ترمين بايم مازوير. النهارده انتون عنده ترمين، كلمه كررت كتير، موعد بايم مازوير عند بتاع المساج، اخصائي المساج لايدر. وللاسف هات اير فيبر، هو عنده فيبر حمى خدناها في الامراض. اير مشتي وهو عايز ان اينر فوخي في خلال اسبوع او بعد اسبوع، عايز بعد اسبوع. ثم فيتنس ستوديو جيهن يعني عايز يروح له للصاله اللي هيعمل فيها او المكان بتاع اللياقه البدنيه اللي هيعمل فيه المساج دوت، هيروح له بعد اسبوع. يبقى انا استنتجت بيقول لك ايه، دا غوفت اير، وفي الاخر ان غوفن يعني يتصل. هو اتصل بايم فيتنس ستوديو، اتصل بصاله اللياقه البدنيه، المكان اللي هيعمل فيه المساج، وقال لهم ايه، انا تعبان دلوقتي وعايز اجل الميعاد بتاعي للاسبوع الجاي. انهي جمله هنا فيها تاجيل؟ طب تعال نجرب كده. كلمه يؤجل، بص لو انت لمح، فير اين باغن، فير اين باغن معناها يأجل. طب تعال بص على الجمله كده، كنت ايش، هل يمكنني دين تغمين اوف هأجل لي نكست المنتج. هو انا ينفع اجل الميعاد بتاعي ليوم الاثنين الجاي؟ منتج يعني يوم الاثنين. واحد يقول لي هو اشمعنى يوم الاثنين يا عم؟ اي يوم، بس الفكره كلها ان الموضوع هو ياجل الاسبوع الجاي، فعشان كده قلت ايه، نكستن منتج الاثنين القادم. وكلمه فرشيبن يعني يؤجل، فانا استنتجت الموضوع ده ان هو كان عنده ميعاد وتعب فعايز ياجله. فالجمله هنا اللي فيها تاجيل هي الجمله اللي فيها فعل فرشيبن، فالاجابه هتبقى بي. السؤال رقم 4، دو هاست هالس شميرتسن، انت عندك ألم في الحلق، ألم في زورك. und kannst nicht sprechen، ومش قادر، kannst تستطيع ونشت بتنفي تتكلم. heute والنهارده gehst du aber zur Schule، zur Schule يعني إلى المدرسة، والنهارده ذهبت إلى المدرسة. der Schularzt طبيب المدرسة قال لك إيه؟ du sollst أنت ينبغي. لما الدكتور ينصحك هيقول لك انهي جمله من دول؟ هيقول لك كالت جترينك ترينكن اشرب مشروبات ساقعه. يا اخي ده انت زورك وجعك، ما ينفعش. يبقى الاجابه دي مع السلامه. دي موزه زوب اسن اشرب او كل شوربه خضار. اشبغش نشت او اوخ نشت فيل، كلمه اوخ يعني ايضا، نشت فيل يعني مش كتير. خد شوربه خضار، كل شوربه خضار وما تتكلمش كتير. هي دي الاجابه الصح. لما اكون زوري تعبني ومش قادر اتكلم، انا باكل حاجات سخنه زي شوربه الخضار او حاجات زي كده، وكمان ما اتكلمش كتير عشان انا مش قادر اتكلم اصلا. يبقى الاجابه بتاعتي المناسبه هنا هتكون بي. واحد يقول لي طب انا مش فاهم بقى الاجابات، هوضحها لك. الاجابه سي بيقول لك هايس ليمونادي، بص تحسها ان هي جميله، هايس ليمونادي ترينكن اشرب ليمون سخن. هي دي الاجابه. شبغش او zu viel واتكلم كتير. ما بص النص التاني يفرق. غلط. هايست جترينك ترينكن اشرب مشروبات دافيه. شبغش ايمر او في انجلش اشرب مشروبات سخنه، بس خلي بالك اتكلم على طول بالانجليزي، على كده كده هتخف، يعني كده خلاص هتخف. فالاجابه اللي عندي هتكون بي. نيجي للسؤال رقم 5 يا صديقي، بيقول لك ديا ارتست زاكت ليو. الدكتور بيقول ليو، خلي بالك الامتحان دوت كان مصر ادبي 2021، كان فتره الكورونا، عشان كده بيقول له ايه، زي فورزيشتش كن حسنا. خد بالك يا ليو، اشمعنى زو كانست دو ان فيروس كوفيد 19 اكرانكن، انت ممكن تتصاب ب كوفيد 19 اللي هو كان كورونا. ليه يا عم؟ قال له كورونا استيتست يبقى الموجوده في كل مكان، فخلي بالك انت ممكن تتصاب. اكيد الواد ده عمل حاجه غلط او بيعمل حاجه. فاروم لماذا زاكت دير ارتست داس، ليه الدكتور قال له ونصحه النصيحه دي، قال له خد بالك انت ممكن تتصاب بالكورونا؟ اكيد الواد ده كان بيعمل حاجه غلط. طيب الاجابه بتاعتنا هنعرفها دلوقتي، بس تعال نترجم. اول حاجه بيقول لك ليو الشخص ده ترينكت كان بيشرب غالبا او دايما باستمرار مولتي فيتامين زفت، بيشرب مشروبات فيها فيتامينات.
und ist obst وكان بياكل فاكهه. طب دي حاجات تجيب له كورونا؟ لا. بي ليو zieht nie Masken an. anziehen ده فعل اصلا معناه يرتدي، تمام. ني معناها ابدا، وماسك اللي هو الكمامه، ما كانش بيلبس الكمامه خالص. und المفروض فيشت الاملاوت ده على حرف الاه، ما كانش بيغسل، او كان احيانا مانشمال احيانا كان بيغسل ايده. يعني الراجل ده الواد ده معفن ليه؟ ولا بيلبس كمامه واحيانا بيغسل ايده، يعني مش دايما بيغسلها، فبالتالي ممكن يتصاب فعلا بكورونا. بس خلي بالك الاملاوت هنا بنحطه على الاه، تمام، على هنا على الاه، والاملاوت هنا بنحطه على الاه برضه، فالنقطتين متغيرين شويه معلش. طيب الاجابه عندنا هتكون ب. السؤال رقم 6 بيقول داين فويند ist zu viel. صاحبك بياكل كتير. und ist so dick وبقى تخين. welchen Ratschlag gibst du ihm؟ انهي نصيحة ممكن تديها له؟ جيبست نصيحة اديها له، اقول له ما تاكلش كتير. فالاجابة هنا هتبقى اللي هي ايه يعني، فالاجابة هتبقى ايه معناها اس nicht so viel Schokoladenkuchen. ما تاكلش كيك بالشوكولاتة كتير عشان الحاجة ديت ممكن تخليك تتخن زيادة وانت مش مستحمل. طيب واحد يقول لي ايه، طب ما انا ممكن اقول له رياضة، اخدها بالويم كده. يا عم واحد صاحبك تخين تنصحه تقول له اعمل رياضة؟ صح، بس هنا قال له كاينن سبورت، ما تمارسش الرياضة، ما تمارسش الرياضة، فطبعا ما تنفعش. طيب نيجي للسؤال رقم 7 بيقول أنتون بيتكلم بيقول ايه، bitte من فضلك kann ich den Termin auf Montag verschieben؟ verschieben ومعاها auf معناه يأجل، ممكن أجل الميعاد بتاعي اليوم الاثنين. heute النهارده habe ich viel Arbeit، النهارده انا عندي شغل كتير فانا محتاج أجل الميعاد بتاعي عشان النهارده انا عندي شغل. das heißt ده معناه ايه؟ ان الشخص ده عايز يغير الميعاد بتاعه، عايز يأجل الميعاد بتاعه. ده معناه ان هو النهارده مش فاضي بس يوم الاثنين فاضي. فده تعبير بيدل ان هو ابزجن يعني ايه؟ يلغي الميعاد؟ لا هو ما لغاش، هو عايز يأجل فرشيبن اوف. طيب ده معناه ان هو ايرموس هويت كومن، يجب عليه ان هو يجي النهارده. است درينجن ده شيء عاجل او ضروري، هو انا مش هاجي النهارده عشان ما عنديش وقت، عندي شغل كتير. ولا ده معناه اير كومت جيرن ان اينر شتوندي، ان اينر شتوندي يعني في خلال ساعه او بعد ساعه، هو هيجي في خلال ساعه بعد ساعه؟ لا. ولا ده معناه ان هو عايز يأجل الميعاد ليوم الاثنين عشان عندي يوم الاثنين فيه سايت وقت كتير؟ دي الإجابة. السؤال رقم 8 ماغيا بتقول يا ماما ايش هاب شلافشتورنج، انا عندي أرق. بص خدها قاعدة، اول ما اقول لك أرق هتقول لي قهوة، اي جملة فيها قهوة. انا عندي أرق، مش عارف انام، مش عارف انام كويس. جيب ميا بيتي اينن راتشلاج، اديني نصيحة. فاس زاكت دي موتر، هتقول لها ايه يا ماغيا؟ Du sollst keinen Kaffee am Abend trinken. ما تشربيش قهوة بالليل يا ستي عشان تعرفي تنامي. يبقى الإجابة عندي هتكون سي. طيب السؤال رقم 9 Kann ich den Termin von morgen auf Freitag verschieben؟ هو أنا ينفع أجل الميعاد بتاعي من بكرة morgen von morgen auf Freitag ليوم الجمعة؟ Wann sagst du das؟ إمتى تقول عايز أجل؟ لما اكون عايز اغير الميعاد. يبقى انا شفت كلمه فرشيبن ادور على كلمه اندرن معناها يغير، وكده الاجابه كانت في اللذيذ منه. طيب سؤال رقم 10 بيقول دو هاست اوغن شمرتسن، انت عندك الم في الاذن، اوغن الم في ودنك. الدكتور قال لك ايه لما انت يكون عندك الم في ودنك؟ الدكتور هينصحك يقول لك ايه؟ ما تسمعش موسيقى بصوت عالي. فين كلمه موسيقى؟ موزيك. نشت سو لاود بصوت عالي جدا. هورن ما تسمعش موسيقى بصوت عالي. يبقى الاجابه عندي هتكون الاخيره. سؤال 11 بيتر بيقول ايه؟ هير ارنو من فضلك يا هير ارنو ايش كان دي فورتر الكلمات اوف دويتش نشت ليزن زيك كده، انا مش عارف اقرا الكلمات اوف دويتش بالالماني. كنتن زي ميا اينن غات جيبن، ممكن تديني نصيحه؟ فاس زاكت هير ارنو، هينصحه يقول له ايه لما واحد ما يكونش بيعرف يقرا كويس، هو عايز يتدرب عليه على النطق، فهيقول له ايه؟ هيقول له يا صديقي ليرن، بص ركز في الاختيارات، ليرن نور دويتش جراماتيك، اتعلم الجراماتيك بس. لا ايه علاقه اصلا الجراماتيك بالنطق؟ طيب بي دو زولست ميا اوسشبراخه üben، اوسشبراخه يعني النطق.
اتدرب على النطق. كلمه يوبن يعني اتدرب، اتدرب على النطق اكتر، اتدرب على النطق اكتر. فدي الاجابه بتاعتنا. يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى بي. واحد يقول لي طب ما هي تنفع سي، ان انا اتفرج على افلام بالالماني فاسمعهم بيقولوا ايه، اسمعهم بيقولوا فانطق زيهم. جدع يالا صح، بس هنا في فرق. هو جايب لك كايني وانت عارف ان كايني بتنفي يا ابني، فهنا بيقول لك ما تتفرجش على افلام الماني. طيب الاخيره بيقول لك اكتب ايميلات. الكتابه مالهاش علاقه بالنطق، انت بتكتب شويه عشان تدرب ايدك، تدرب على الكتابه والحروف شكلها. انت ممكن تكون عارف الكلمه بشكل الحروف بس مش عارف تنطقها. طيب يبقى انا كده حليت السؤال رقم 11. نخش على 12. سؤال 12 بيقول هير فيبر، السيد فيبر بيقول ايه؟ كلاغا كان نيشت ام فرايتاج تسوم ارتست كومن. كلاغا مش هتقدر، كان نيشت ام فرايتاج يوم الجمعه تيجي للدكتور. ابر ولكن ام زونتاج هات زي فيل سايت، ولكن هي يوم الاحد عندها وقت كتير. فده معناه ان هي يوم الجمعه مش هتروح، وهتروح امتى؟ يوم الاحد. فده معناه ان هي عايز تعمل ايه؟ تاجل الميعاد ليوم الاحد. فين كلمه يؤجل؟ فرشيبن. فرشيبن. كلمة فرشيبن يعني يؤجل، بس أنا عندي كلمتين فرشيبن. يأجل ليوم الجمعة؟ لا، هي مش هتروح الجمعة، هي هتأجل الحد. يبقى يؤجل ليوم الحد، يؤجل ليوم الحد. يبقى الإجابة هتبقى دي. السؤال رقم 13 بيقول لك داين فويند صديقك هات فيبر عنده حمى und هالس شميرتسن وعنده ألم في زوره في حلقه دو جيبست إيم اينن راتشلاج. اديله نصيحة لما صاحبك يكون عنده حمى سخونية عالية وزوره يكون تعبه، ايه النصيحة اللي ممكن تقولها له؟ ما تاخدش قايني الادويه، ولا من الضروري ام بدنجت جيت سوم ارتست اذهب للدكتور، اذهب للدكتور. ودي الاجابه الصح. السؤال رقم 14 دو غوفست، انت غوفست وفي ان انت بتتصل بايم اوجن ارتست بعياده الدكتور بتاع الاوجن، دكتور الرمد، دكتور العيون. اون دي زاجست قلت ايه؟ لايدر للاسف. هاب ايش هويته تسو فيل اربايت، انا النهارده عندي تسو فيل اربايت شغل كتير قوي. كان ايش مورجن فور بايكومن، ممكن اعدي عليكم بكره. das bedeutet هذا معناه، ده معناه ان انت بتعمل ايه في الميعاد؟ عايز تأجله، تأجله لايه؟ لبكره. يبقى كلمة يؤجل يعني ايه؟ يعني فرشيبن. وبكره يعني ايه؟ يعني مورجن. يبقى الإجابة هتبقى دي. وبكده حليت معاك أسئلة كتير. اشمعنى المحاضرة دي انت مكتر قوي كده؟ عشان دي البداية بتاعتك، عايزك تلم حصيلة كلمات عشان تبقى اساس عندك تشتغل في اللي بعد كده. وان شاء الله اللي جاي هيكون لذيذ. وحاول وقت المحاضرة يكون اقل من كده. وكمان انا النهاردة حبيت اعرفك حاجات كتير، ان انا لما باجي احل انا اضطريت احل كل جملة. على فكرة انا ممكن احل الاسئلة دي كلها في نص ساعة، ممكن احلها في تلت ساعه، اقول لك الاجابات اجابات اجابات على اساس انك اتفرجت على المحاضره. بس انا مقدر ان انت ما ذاكرتش من اول الترم يا صديقي يا حبيب قلبي. انا مقدر نقط كتير انت مش واخد بالك منها، هتعرف قيمتها في الامتحان. فالساعه ولا الساعتين دول ولا النص ساعه الزياده اللي في الفيديو اتفرج عليها عشان خاطر نفسك مش عشان خاطري. وان شاء الله يكون المحاضره لذيذه وتبقى فهمت منها والاسئله كانت زي الفل. استناك في المحاضره الجايه باذن الله. استناك يوم السبت اللي جاي في المحاضره بتاعتنا على المنصه، ويوم الخميس ويوم الجمعه في المحاضره بتاعتنا في السناتر باذن الله. اشوفك على خير. سلام عليكم.